السلام عليكم أصدقاء وصديقات فكرة اليوم مع رشيدة. كيف بقيتوا لاباس عليكم؟ بخير. فيديو اليوم غادي نقدموا كيكة عيد ميلاد بزوج بيضات فقط، أحسن من الجنواز. سهلة، اقتصادية، رائعة، ناجحة. فقط غيخليكم معايا باش تشوفوا جميع المراحل ديالها، وغادي نقول لكم على الطريقة ديالها، وغتتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. فخليكم معايا حتى اخر الفيديو باش تشوفوا جميع المراحل. ما نزيدش نطول عليكم اكثر. ما نساوش بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه غادي نبداو مقادير الكيك. غادي نديرو قبصه صغيره من الملح، غادي نديرو زوج بيضات بدرجه حراره الغرفه. تما كما كتشوفوا غادي نديرو البيضه الاولى، وغادي نديرو ايضا البيضه الثانيه، وغادي نضيفوا عليهم ساشي من سكر الفاني. الا كان عندكم قشور الحامض ضيفوهم، ولكن حنا درنا ساشي من قشور الفاني. غادي نضيفوا عليهم كاس نتاع سكر سنيده. غادي نخلطوا هاد المقادير هادو جيدا بالخلاط الكهربائي او بالخلاط اليدوي. المهم كنبقاو كنخلطوا هكا جيدا حتى كيولي لون الخليط فاتح. كما كتشوفوا حتى كيولي لون الخليط بهذا الشكل هذا. فهاد الاثناء هذه غادي نضيفوا نص كاس ديال الزيت. هانتوما نص كاس ديال الزيت. وغادي نرجعوا باش غادي نخلطوا المقادير ديالنا. هاد الكيكه هذه كتجي احسن من الجنواز، كتجي خفيفه وكتجي زوينه، والاهم انها اقتصاديه وناجحه. غير تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. من بعد غادي نضيفوا هنا كاس من الحليب. بالنسبه للحليب من الافضل يعني ما يكونش بارد من الثلاجه. المهم يكون هكا شي شويه معدل، ولكن ماشي عاوتاني دافي ولا سخون. المهم شويه هكا معدل وصافي. صافي وكنخلطوا المقادير جيدا. فهاد الاثناء هادي غادي نجيو باش غادي نضيفوا الطحين. عندنا هنا الكاس الاول ديال الطحين، غادي نغربلوه وغادي نخلطوا المقادير ديال الكيك ديالنا هكا غير بشويه. هانتوما كما كتشوفوا كنخلطوه هكا. انا راني غير مسرعه الفيديو باش ما يجيكمش طويل، وعذرا الا جاكم الفيديو طويل، ولكن يعني هادشي اللي كاين. المهم بعد ما خلطنا الكاس الاول ديال الطحين ديالنا جيدا، غادي نجيو باش غادي نضيفوا الكاس الثاني. الكاس الثاني هنا ضفت غير النص ديالو، وغادي نضيفوا جوج ساشي نتاع خميره الحلويات، يعني تقريبا 16 غرام من خميره الحلويات. صافي وكنغربلوهم حتى هما، وكنخلطوا هكا المقادير، وكنبداو كنضيفوا الطحين. بالنسبه للطحين انا تقريبا خدات معايا 3 كيسان تاع الطحين بقياس ديال العنبه. صافي كنبداو داك صافي كنبداو هكا كنخلطوا الكيك ديالنا حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. كما كتشوفوا ما كيكونش جهري وما كيكونش يعني ثقيل بزاف. يعني انا قلت لكم الكميه اللي كتخداتها معايا هي 3 كيسان نتاع الطحين. فهاد الاثناء هذه غادي نجيو باش غادي نضيف واحد المكون سري، واحد المكون اللي كيعطي واحد الهشاشه زوينه لهاد الكيكه ديالنا. غادي نضيفو هنا 2 معالق ديال الخل. تما كما كتشوفوا 2 معالق ديال الخل، وغادي نحركو هكا جيدا حتى كيندمج هذاك الخل مع هذا العجين ديال الكيك. صافي كنخلطو هكا مزيان مزيان هكا. وبالنسبه ليا انا غادي نطيبها في هذاك الاطار نتاع الكيك. الا كان عندكم نتوما المول اللي القطر ديالو 26 ولا 27، يعني غادي تستغنيو على هذا الاطار اللي انا طيبت فيه الكيكه. وبالنسبه لي انا كنحطو فوق المقله ديال الحرشه. الاطار كما كتشوفوا مغلف من الداخل آه، بورق الطبخ، ومن على برا مغلف بهذاك ورق الالومنيوم، وكنت شديته هكا مع جناب سكوتش. وعندي هنا غادي نغلف الجوانب ديالو بالزبده. كما كتشوفوا غادي ندير شويه ديال الزبده، وغادي ندير هذاك جناب ديالو هكا. يعني بالنسبه الا كان عندكم هذا المول هذا، الا كان عندكم بحال هذا المول هذا، او الا كان عندكم غير داك المول العادي القطر ديالو 26 او حتى 27، ماشي مشكل. من الافضل يعني بلا تماره ديال هذا، ولكن انا بالنسبه ليا آه يعني انا بالنسبه ليا كنفضل هذا الاطار هذا، وكل واحد وفاش كيرتاح. وبالنسبه ليا انا يعني كنحطو فوق المقله ديال الحرشه. صافي في هاد الاثناء هادي غادي نضيفوا هاد الخليط ديالنا في هاد الاطار هذا، وغادي ندخلوه الفران. الفران كيكون ما سخونش بزاف، فهمتيو. وملي كندخلو الكيكه ديالنا كنطيبوها على نار مهيله. بالنسبه ليا خدات لي انا تقريبا شي 40 دقيقه هكا. دابا غادي نجيو باش غادي نصوبو السيرو. عندنا فيه نص كاس تاع السكر، كاس ديال الماء، 3 و4 دوائر من الحامض. كنخلطوا هاد المقادير جيدا. كنحطوا السيرو ديالنا فوق البوطه. ملي كيبدا كيغلي كنقصو وكنحسبوا تقريبا 10 ديال الدقائق، كنطفيو عليه. الكيكه ديالنا من بعد ما طابت من التحت، وكنخليوها هكا كتحمر شويه من وجهها، غير شويه ماشي بزاف، غير شويه.
وكنطفيو عليها البوطه. بالنسبه للكيكه الا بغيتيوها تكون بحال دابا هكا ناجحه معكم، يعني ما تبقاو ساعه ساعه كتحلوا عليها الفران، ساعه ساعه كتحلوا عليها الفران، اولا بحال دابا مثلا تخرجوها من الفران وهي مازال ما طايباش، فهمتي؟ بحال دابا تخرجوها من الفران تبقاو تشوفوا فيها وعاود ترجعوا يعني فهمتي. صافي من بعد ما كطيب الكيكه ديالنا كنطفيو عليها وكنخليوها تقريبا شي شي جوج هكا دقائق وهي داخل الفران. ومن بعد كنخرجوها وكنخليوها تقريبا هكا شي 3 دقائق، وعاد كنحيدوها من المول. الا كان عندكم المول بحال ديالي فهو كيتحيد بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. كنحيدو هاد الورق ديال الطبخ هكا من الجناب ديالها، هانتوما كما كتشوفوا. يعني صراحه هاد المول هذا يعني كتجي فيه الكيكه زوينه. الا كان عندكم حتى المول عادي ماشي مشكل، كما كتشوفوا هي كتجي طالعه، كتجي زوينه، كتجي خفيفه. صافي دابا كنحطوها جانبا، كنخليوها حتى كتبرد تماما. عندكم تزينوها وهي سخونه، كنخليوها حتى كتبرد تماما، راه كتجي هائله. صافي هانتوما كما كتشوفوا الكيكه ديالنا من بعد ما بردات لينا تماما، غادي نجيو باش غادي نزينوها او غادي نسقيوها. غادي نصوبوها هكا مع الجناب كما كتشوفوا. يمكن انكم مثلا تقطعوها بالخيط. انا راه اول مره كنقطعها بهذا الموس هذا، اما انا ديما موالفه كنقطعها غير بالخيط فقط. كما كتشوفوا كنقسموها هكا في النص وغادي نسقيوها هكا. بالنسبه لهاد السيرو هو كيكون بارد. دابا غادي نجيو باش غادي نصوبوا الكريمه. بالنسبه للكريمه انا عندي هنا السيترو من الكريمه السائله. الا كانت عندكم الكريمه ديال الشونتي يمكن انكم بحال دابا ديروها، يعني اللي كان سوا هادي سوا شونتي، الحاجه اللي غادي ترتاحوا فيها. ولكن بالنسبه لينا حنا كنفضلوا الكريمه السائله افضل. انا خديت انا واحد شويه ودرتو في الجيب الحلواني، وغادي هانتوما كما كتشوفوا في الفيديو. كنتمنى انكم تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو وما تخرجوش باش تشوفوا المقادير ديال هذه الكيكه والطريقه ديالها، راه كتجي رائعه جدا. صافي كنصوبوا هكا شويه هكا وكنقادوها بسباتوغا. الا ما كانش عندكم هذا الجيب الحلواني ماشي مشكل، يمكن انكم مثلا غير تحطوا هكا مثلا شويه وتبقاو هكا كتقادوه. وهذا الاطار اللي كتشوفوا اللي حطيت فيه الكيكه انا كنديرو باش كيساعدني. الا ما كانش عندكم الاطار يمكن انكم ما تستخدموش. صافي كنبقاو هكا حتى كنقادوها جيدا. ودابا غادي نجيو باش غادي نصوبوا القسم الثاني. المهم كنبقاو هكا حتى كنقادوها، راها كتصوب هكا دغيا دغيا واقتصاديه وغير مكلفه وما فيهاش يعني التعقيدات او لا، فهمتيو؟ يعني كتجي عاديه وكتجي زوينه. صافي دابا غادي نحطو النصف الفوقاني. بالنسبه ليا انا كنت صوبته هكا بالكيغدو لانه الجهه ديالها كان شي شويه محمر، وكنسقيوها هكا مزيان باش كتجي رطبه. كنسقيوها هكا مزيان مزيان كما كتشوفوا. وغادي ناخذوا هذاك ما تبقى من الكريمه وكنقسموه ايضا في النص. يعني ضروري غادي نخليوها هكا شويه باش غادي نزينو هكا وجهها وباش غادي نصوبو هكا كما كتشوفوا. صافي كنبقاو هكا كنصوبو هكا بهذا الشكل هكا الدائري هكا نيشان هكا بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. صافي وكنقدوها بسباتوغا. هانتوما كما كتشوفوا راه الطريقه ديالها سهله بزاف بزاف. وكنتمنى انكم تخليو لي التعاليق الا جربتوها، وان شاء الله غادي تكون ناجحه معكم 100%. صافي كنقادو لها هكا وجهها هكا بسباتوغا راه كتصوب بسرعه وبكل سهوله. صافي دابا غادي نحيدو هذا الاطار ديالنا وداك الشيء يعني ما تبقى من الكريمه غادي نجيو باش غادي نصوبو به الجناب. بالنسبه ليا انا راني ما عمرتش الجناب لان مازال غادي نقدهم. يعني غادي نغطيهم هكا بالكاوكاو، فهمتيو؟ يعني غادي تغطاو بالكاوكاو، فهمتيو؟ انا راني ما عمرت لهاش هكا جنابها بزاف. الا بغيتو تعمروا جنابها بزاف ماشي مشكل، يعني تهلاو فيها كيبقى لكم الاختيار. صافي كنصوبوا هكا جنابها هكا شي شويه هكا كنغطيوهم. انا كنت استعملت هذيك السباتوغا هي اللي كانت هكا ساعدتني. صافي دابا هنا عندنا شويه تاع الكاوكاو اللي مهرمش ومحمر. صافي كنصوبوه هكا مع الجوانب. من احسن ان الكاوكاو هكا يعني يكون محمر باش ملي تاكلوه
كيعطي واحد قرمشه زوينه، فهمتي. صافي كنبقاو هكا حتى كنصوبو هكا بواحد الشكل هكا دائري، حتى كنصوبو لها هكا جنابها وكنعمرو لها جنابها هكا بالكاوكاو. كما كتشوفوا راه اقتصاديه وزوينه وسهله وغير مكلفه. صافي دابا في المرحله النهائيه نتاع هاد الكريمه هادي، ما تبقى غادي نديرو هكا كما كتشوفوا شكيلات مثلا هكا وريضات او لاي شكل كتفضلوا. غير هما خصهم يجيو مضايقين، يعني بحال دابا يجيو هكا وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده هكا، يعني يجيو مضايقين، حيت غادي نكبوا هنا الصوص في الوسط ديالها، فهمتي. يعني داكشي علاش. صافي كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالها. دابا راه حنا قربنا نساليوها. كما كتشوفوا راه كتجي زوينه بزاف بزاف وسهله. فهاد المرحله هادي انا كنت خليتها باتت ليله كامله حتى لغد ليه عاد كنت صوبت لها الصوص. خليكم معايا باش تشوفوا الكارثه اللي كانت وقعت ليا في الصوص. المهم انا راه عطيتها الخاطر وصوبتها يعني من داكشي. المهم لغد ليه في الصباح من بعد دابا غادي نجيو باش غادي نصوب واحد الصوص. بالنسبه للصوص انا قلت نصوب هاد الصوص هذا اللي هو سهل وغير مكلف، وصراحه اول مره كنصوبو. بالنسبه يعني كما كتشوفوا من بعد ما ذوبنا كميه نتاع الشكلاط على حمام مائي، ضفت هنا معلقه من الحليب وخلطتها هكا جيدا، وكان كيبان يعني الصوص يعني بواحد القوام اللي زوين كما كتشوفوا هكا. ولكن من بعد اكتشفت بان هذاك الحليب اللي كنت كبيت هكا فيه هو صاب هذاك الحليب الحليب البلدي، فهمتي. وبحال اللي تكلل، فهمتي. ملي كبيتو في الشكلاط هكا بحال اللي تكلل ولا. مهم وكبيتو وجاب هذا الشكل هذا. ايوا ومباشره مشيت عاوتاني وخديت واحد الكميه من الشكلاط وزدت عليها شويه نتاع الزبده وشويه نتاع الزيت وذوبتهم وكبيتهم هكا من الفوق وصلحت لها وجهها كما كتشوفوا صلحته وجا لا بأس به. وخديت شويه من الكاوكاو وصوبته هكا مع الجوانب، يعني غطيت هذوك الجوانب ديالها. وبالنسبه يعني بالنسبه لي انا الا بغيتو مثلا تصوبوا بحال هذا الصوص هذا، يمكن انكم تصوبوه راه غادي يجي هكا وجهها مقرمش. ولكن من الافضل انكم ديروا بحال هذا الصوص هذا اللي كيبان دابا. هذا الصوص هذا يعني انا هو هذاك هو الصوص المعتمد عندي. وهذاك راه بدون شوكولا، فهمتي. وكيجي زوين وكيبقى بحال دابا هكا في الوجه ديال الكيكه كيبقى لين، فهمتي. يعني واخا مثلا هكا كيقصح ولكن كيبقى لين. هذاك هو الصوص اللي يجي مع هاد الكيكه هذه بالنسبه لي انا. يعني الا بغيتي الراي ديالي انا راه غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. يعني دخلوا شوفوا داك الفيديو راه فيه شي 5 دقائق هكا تقريبا. وهداك الصوص هانتوما كما كتشوفوا هذا صراحه هو انجح صوص وهو اللي غادي يجي مع الكيكه هذه، فهمتي. يعني باش مثلا ملي تقطعوها غادي يبقى هذاك وجهها هكاك الخارجي كيبقى هكاك لين. اما هاد الصوص هذا اللي درت انا حتى هو مزيان، فهمتي. هو ماشي ما مزيانش، هو مزيان. غير هو مثلا كيجي شي شويه قاصح هادشي اللي كاين وصافي. كما كتشوفوا الا بغيتيو انكم تخليوها هكا يمكن انكم تخليوها هكا. الا ما كانش عندكم مثلا شي مناسبه هكا عيد ميلاد ولا هذا، يمكن انكم تخليوها هكا. نتوما كما كتشوفوا راه عائليه كبيره زوينه، كتجي رائعه بزاف بزاف، كتجي لذيذه وشي حاجه اللي هي يعني زوينه. ما تحتاجوش انكم لا تشريوها ولا والو. الا ما كان عندكم لا مناسبه لا والو يمكن انكم تخليوها هكاك، او يمكن انكم تكتبوا هنا فيها عيد ميلاد سعيد. الا كانت عندكم شي مناسبه نتاع عيد ميلاد، هانتوما كما كتشوفوا كتبت انا هنا عيد ميلاد سعيد. صافي ودرناها في الثلاجه حتى تماسكات. المهم هكاك مزيان ما شاء الله. لكم تجربوها تردوا عليها في التعاليق. وكانت هذه واحد الكميه من الشكلاط اللي كنت ايضا ذوبتها وشيت عليها شويه تاع الكاوكاو وخليتها في الفريغو. المهم ملي جمدات وقصاحت ايوا وقطعتها هكا على جوج وحطيتها تما كما كتشوفوا. حطيت انا واحد القطعه نتاع اوريو بالكراميل واوريو العاديه كما كتشوفوا ايوا. وقدمناها
وكنتمنى ان شاء الله ان فيديو اليوم نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للاصدقاء اللي مازالين معايا حتى هاد اللحظه هذه كنقول لكم شكرا بزاف بزاف، وخليوا لي في التعاليق الا كنتم مازالين معايا حتى هاد اللحظه هذه. كما كتشوفوا كان واحد عيد ميلاد اللي بسيط بزاف بزاف، بسيط وعادي. والمهم هانتوما كما كتشوفوا قلت لهم والو تقطعوا غنشوفوا الشكل ديالها من الداخل صراحه يعني. عجبتهم بزاف وفرحوا بها. كنتمنى ان شاء الله انكم نتوما تجربوها وانها تنال الاعجاب ديالكم. وكما قلت لكم راها جات عرفتي كدوب ذوبان، جات زوينه رائعه بزاف. غير هذيك الطبقه الفوقانيه الا كانت مثلا كتعجبكم الحاجه اللي مقرمشه، واخا وكان مثلا تصوبوا هذا الصوص هذا الفوقاني اللي كنت صوبت انا، او يمكن انكم تصوبوا هذاك الصوص اللي كنتو شفتوا الصوره ديالو. وغادي نخلي لكم المقادير ديالو في صندوق الوصف، هو راه اقتصادي وسهل وكيجي زوين بزاف. صافي وصلنا لنهايه الفيديو. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، كنشكركم بزاف على المشاهده. ما تنساوش لايك والاشتراك ومشاركه الفيديو فضلا وليس امرا. بالنسبة للمواليد شهر 5 أو 6 أو المهم لجميع المشاهدين كنتمنى إن شاء الله أن فيديو اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم. وبالنسبة اللي بغا يتواصل معايا مرحبا بكم، مرحبا بكم صفحتنا على الفيسبوك فكرة اليوم مع رشيدة. وكنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو.